بالنسبه للبن جوز الهند، اول خطوه هنقشر جوز الهند بالشكل ده. اول خطوه هنطلع ميه جوز الهند. مهم جدا وانتوا بتشتروها اتاكدوا ان هي جواها ميه. سامعين صوت؟ 3 فتحات هنا اهو، او 3 اماكن مش ناشفين قوي زي باقي جوز الهند. انا جربت طرق كتير يعني، بس دي اكتر طريقه بالنسبه لي كانت كويسه. ان انا بجيب بعد ما عملنا ال3 فتحات انا عايز اقول لكم الميه دي طعمها لذيذ جدا بالنسبه لي. بس كده. جميله قوي. طلعناها سليمه. اول مره اطلعها سليمه. دايما كان بيحصل ان انا بطلعها مش سليمه. وشكوا حلو عليا. نحط ميه جوز الهند كمان، بس صراحه انا بحب اشربها كده يعني. نحط ميه ساقعه، ربع معلقه قرفه، كيري برضو معلقه عسل. كده نضرب في الخلاط. لو في النص احتاجنا ان احنا نزود لبن، لو في النص احتاجنا ان احنا نزود ميه نزود شويه صغيرين. انا بحب القوام يطلع تقيل كده، واحس ان هو ايه، كريمي مش خفيف. اي قماشه نظيفه او اي حاجه، دي حاجه مخصصه للجبنه وتصفيه الجبنه. استخدموا اي حاجه عندكم. لبن جوز الهند جاهز. طلعنا كميه محترمه جدا. تقريبا جوز الهند ان طلع لنا وزن لبن قد ايه؟ 362 جرام. طبعا احنا ممكن نستخدم جوز الهند دي في حاجات كتير جدا جدا جدا. وادي اللبن. النوع اللي انا هستخدمه هو دراجون ماتشا. هحتاج 2 جرام بس. بس كده 2 جرام. نرجع الباقي. هنحط 40 جرام ميه سخنه تكون مش بتغلي، عشان ما تضيعش طعم الماتشا ولا تخلي الطعم مش كويس. وما تنسوش تسيبوا الويسك في ميه سخنه عشان السموم قدام ما تتكسرش ولا يحصل لها اي مشكله. بعد كده ابداوا ما تحركوش حركه دائريه من قدام لورا، وتبداوا تروحوا يمين وشمال. بصوا ما كملتش 3 ثواني، وبصوا الفوم بتاع ده طبعا بيدل ان جوده الماتشا جوده محترمه وجوده عاليه. واي كوبايه نحط فيها شويه تلج، وننزل بقى بلبن جوز الهند اللي احنا عملناه. وفي الاخر بالماتشا. بصوا ما شاء الله شكله عامل ازاي. انا عايز اقول لكم دي اول مره اجرب الدرينك ده، واول مره احب الماتشا بجد. لبن جوز الهند اللي عملناه محلي الماتشا بطريقه مش طبيعيه. بس كده خلاص خلصنا الفيديو. وان شاء الله في الفيديو الجاي هستخدم قرع العسل اعمل لكم بيه وصفه